اللي يحكي بكلثوم خليته لتاج. هذه كل ايامك بحرب الشوارع، بطل كنت وعن شرف دينك تدافع. خلي شو هذا الكلام موجه الى مشتبه الكعبي، ليس الى اهل الشور، لان اهل الشور ناس محترمين وخليهم على العين والراس، بس هذا الامر امر شخصي. تخيل يا حبيبي يا مشتبه، يوم من الايام الحسين راح يقول لك ليش حولت المنبر الى امورك الشخصيه. لما تنتقد استاذ صباح، انت لما جيت للنجف غلطت، من غلطت انت اعتذرت من امام الحسين، هاي بعد احنا ما لنا علاقه. استاذ صباح شاليه تجيبه بالقصيده ليش؟ ترى استاذ صباح ما حكى على اهل الشور، دافع عن دينه، عن مذهبه، عن قدسيه النجف. لما العتبه منعت هو ما له علاقه، الرجل ما له علاقه، هي ظلت يم العتبه. والدليل العتبه هسه من فتحت المجال لكم، قال لكم تعالوا عادي طبوا، بعد احنا ما لنا علاقه، العتبه هي وراها. ولما انت انتقدت استاذ صباح، ترى استاذ صباح يقدر يشتكي عليكم، بس استاذ صباح ما يسويها لان اكبر من هذا الشيء، لان خادم الحسين. عينه مشتبه، انت ليش عبالك انه استاذ صباح هو قاعد ينتقدك؟ انت من تكون انت؟ ما احتراماته لك يعني، من انت؟ لا تجيب روحك الاستاذ صباح، ترى استاذ صباح تاريخ، انت كلك مواليد 2002، تجي انت وامثالك تنتقد استاذ صباح وبالقصيده المنبر شعليه. اللي يحكي بكلثوم خليته لتاج. اللي يحكي بكلثوم خليته لتاج. والبكى على حسين ممنوع الدخول. طبعا رسالتي الى اهل الشور الكباريه، خلي يحاسبون هذا الشخص لما يجي ينتقد استاذ صباح، وتدرون كل الزين انه البيان ما حكى عليكم. مو اكو ناس كباريه تروح تحاسبه؟ ليش قاعد يسوي هاي الفتنه بين الخدام الحسين، بين اهل الشور واهل النجف اهل الكربلاء؟ ليش؟ كل احنا خدام الحسين. ولما هسه انا حكيت على مشتبه هسه فقط، انا ما لي علاقه بالخدام، الخدام على عيني وراسي والله، لان خدام الحسين. هذا يكون رد الى القصيده مالته. اكو شخص يصير صديق صباح امين اسمه اثير. السلام عليكم اخوان، يعني بشرفكم صباح امين نزل بيان، جاب طاري احد، جاب طاري شور، جاب طاري فلان، جاب حكى قال فلان مو خوش ادمي، فلان مو لو خص قال الشعائر كلها يراد لها تهذيب. انت ابو الشور ليش جبت نفسك وحطيتها وقلت صباح امين يحكي علي؟ ليش؟ صباح امين يحكي عليك، صباح امين ضدك، مو ضدك صباح امين. اذا انت سيء اخذتها على نفسك، شبيده صباح امين؟ صباح امين قال السيء طلعوه من بيناتكم، هذبوا الشعائر. انت خذتها على نفسك راسا، قلت اني ليش يحكي علي صباح امين؟ ليش يقول صباح امين ما جاب طار الشور؟ عمي روح راجع الكلمه، اذا جاب طار الشور صباح امين انا مسؤول قدامكم. ترى استاذ صباح من حكى ذن القصايد اللي قال بها ام كلثوم وغيرها، استاذ صباح ترى دارس ويعرف واديب. اسمع استاذ صباح تكمله الفيديو. لماذا صباح امين؟ طبعا هذا نقد مو انتقاد ينقدني، هذا لو ناقد كان واعي، لان الناقد واعي اختصاصا، اما الانتقاد فيصدر اما من جاهل او متحامل. كل الشعراء يكتبون الغزل بما فيهم المراجع. بل انا مطلع على امور، ومطلع على دواوين، ومطلع على شعر، ومطلع على كبار الشعراء كاتبين غزل. وليش هو الغزل سبه يعني؟ سؤال ما ادري، انا جاي اسال. سامو انت تسالني راح انا اسالك، هل الغزل سبه؟ يقولون سبه على الشاعر الحسيني. على الشاعر الحسيني؟ زين والله يا استاذ
لا تدر لي أيها الساقي رحيقا، أنا من خمر الهوى لن أستفيقا. اسمع لي، ما دام افتحت هالموضوع هذا الموضوع شائك شوية. لو أميرانه على عرش الحديث لا موجودة. لا ما لا، هذه ننتهم بها غير اتهام. فحبيبي اسمعني، راح أروي لك فرد مسائل إذا أكو مجال، يعني المجال كل المجال مفتوح. يا أخي، كبار المراجع، كبار الخطباء تعرف شنو؟ الحسينيين أفضل من عندي دينا وخلقا وأخلاقا، وذولا نظموا الغزل